اكتر سؤالين محيرين الناس: الانسان مسير ولا مخير؟ يعني هو ربنا بيقول ان ايه؟ ان هو عارف احنا هنعمل ايه من قبل ما نتخلق، وعارف ان احنا هندخل في الجنه ولا النار، اذا يقول لك ايه؟ يبقى احنا مسيرين. طب ما هو ربنا عارف مقرر وقال لا، ما هو ربنا مسح على ظهر سيدنا ادم وقال دول في الجنه ودول في النار. ربنا قال كده، قال دول في الجنه ودول في النار. طب ما كده احنا ايه؟ مصيرنا متحدد من قبل ما ايه؟ ما نشتغل. تمام. وفي ناس تانية ايه؟ وفي القران برضو بيقول ايه؟ لا، كل واحد ايه؟ يتحاسب عمل صح. فالناس حتى الصحابه سالوا السؤال، يعني ده معناه ان اللي تلقوا الدين مباشر من الرسول وتعلموه على ايدي الرسول احتاروا، والرسول جاوب. والاجابه بتاعت الرسول برضه محيره للناس اللي جت بعدين. فاهمين ازاي؟ ما فهموش قوي برضه. ده اول سؤال وجودي شويه عند الناس. والسؤال الثاني ايه؟ اللي هو بتاع ايه؟ هو ما دام الرزق بتاع ربنا، احنا بنتشقلب ليه؟ ما بننامش ليه؟ صح؟ سبحان الله، شات جي بي تي جاوبه زي ما انا بقول بالظبط. وللاسف يعني كنت ممكن اوفر سنه على الاقل من زمان. بس هو انا ما كنتش افهم اللي هو كاتبه ده لما انا جت لوحدها يعني. فانتوا اعرفوها بقى، اعرفوا السؤال الثاني. الاولاني ده ايه؟ نبقى نحكي فيه بقى في قعده صفا بعدين لوحدنا يعني. الجزء اللي هو يخص بالشغل، السؤال بتاع الشغل اللي هو الرزق. تاني، نتيجه النجاح، نتيجه الاجتهاد بتحصل. لو انت اجتهدت بتاخد نتيجه. حلو كده؟ فقياس شغلك صح ولا لا نتيجته. بتبيع، اذا انت شغال صح. تلاقي ايه؟ في مبيعات. يبقى في مبيعات، يبقى انت شغال صح. مفيش مبيعات، انت غلطان. اوعى تقول لي رزقي ايه؟ مش ظابط، لسه مش رزقتي، الرزقه ما جاتش. اصل دي مساله رزقه يا باشمهندس، ما ينفعش تقول لي كده. حلو كده؟ طيب هل ده ضد ربنا او ضد الرزق؟ لا. انت بقى، لان انا عارف ان انت مهما تجتهد، مهما تجتهد هيحصل ايه؟ يبقى عندك فلوس وعندك نجاحات ايا كانت هي انواعها ايه، لكن اللي هتستفيد منه قد ايه هو ده رزقك. هتاكل النهارده نص فرخه ونفسك هتاخد ربع فرخه عشان نفسك مش جايبه اقصى من كده، هو ده رزقك من مالك كله. هو الناس المليارديرات دول بياكلوا يعني 4 فرخات في الغداء؟ غالبا ما بياكلوش ربع فرخه. هل رزقه الفلوس دي كلها؟ لا. رزق مين؟ ابن عمه اللي ابن عمه اللي الواد ده مش فارق معاه، لا قاعد معاه بس حبيبي يا ابن عمي وبس وخلاص على كده. وايه هو اللي بياكل وبيستفيد من ايه؟ بالفلوس. فمين اللي كان اللي رزقه كبير؟ ابن عمه. فاهمين ازاي؟ هل ابن عمه ما اجتهدش؟ لا، اجتهد لان هو معاه ويساعده. بس هو رزق ابن عمه ربع فرخه، مش كتير. يعني ربع فرخه دي مثلا ب 20 درهم. فهو ابن عمه مش محتاج اكتر من 20 درهم. لو هو مع ابن عمه ما اداهملوش، هيروح يشتغل الشغلانه ياخدهم برضه. صح ولا لا؟ فالموضوع مش صعب على حد ان هو ياكل ربع فرخه النهارده. فاهمين؟ لكن اللي صعب ايه؟ ان هو يبقى عنده 200 مليون درهم، مش هيعمل بيهم حاجه غير برضه ربع فرخه. فهمتوا الفرق؟ فهمتوا الرزق والبتاع؟ ال 1000 درهم اللي في جيبي ممكن رشا تيجي واخده منهم ايه؟ 800. فما بقوش رزقي. رزقي ايه؟ رزقي كام؟ لا برضه 200. لا لسه. لا مش ال 200. ما ال 200 لسه في جيبي برضه، مش عارف هيحصل بيهم ايه. انت سرقت تاخدهم. اللي هتاخدها مني بعدين. لا برضه لسه، لا هاخدهم بعدين برضه مش رزقي. لا، ما انا هاخدهم برضه يرجعوا جيبي. ما استفدتش بيهم. نرجع الثقه انه هيرجعوا جيبك. لا ده يقينا، ما دام لا وين يقينك؟ ما دام بتظلم بالطريقه دي. لكن لو حقك مش هياخدهم تاني اكيد. هي ما جابتكش ان انت تدي. ما هو لو حقها هتاخدهم، مش هيحصل حاجه. حتى لو مش حقها هتقول لك انا مش هرجعهم. لو طالعين مني انا خلاص برضه. خلاص. لو جايين لو طالعين صياعه بقى هيرجعوا معاهم جوز. فالمرتبطه برضه بالشخص، مرتبطه بالشخص. فاهم ازاي؟ الفكره يعني ايه؟ الفكره عايز اقوله حتى ال 200 درهم الناس اللي بتوعي ايوه مش رزقي، بتوعي لسه واجتهادي اللي هتصرف ونتيجه تعبي ومقياس ان انا نجحت، لكن مش رزقي. هل دايما الاجتهاد نتيجه اجتهاد اكتر من الرزق؟ يعني دايما انا قلت الرزق اللي انت بتصرفه، فبالتالي هو جزء من الايه؟ من اللي انت تمتلكه، صح؟ هل دايما كده مظبوطه؟ لا عادي. لان انت ممكن يكون انت معكش فلوس كتير ويجي جالك عزومه كبيره. ضعف الايمان ايه؟ حتى لو معاك فلوس بس لو جالك فلوس من لا شيء، يعني صح ولا لا؟ سناء كانت عايزه تعزم، انا صريت لا، انا اللي هدفع. فكان هيطلع من عندها، ما كانش هيبقى رزقها الفلوس اللي دفعتها. طلع لا، ما طلعش من رزقها، طلعت الفلوس دي مش من عندها. فاهمين الفكره؟ وطلع رزقها زي ما هي فلوسها ايه؟
ما تغيرش. ما اعرفش بقى حصل في فلوسها دي بعدين ايه، يعني ممكن يكون حصل حاجه برضه راحت ممكن يكون استفادت بيه. لو استفادت بيه لسه موجوده. فاهمين؟ انا عزمت. فحتى لو انت عايز تطلعهم تستغنى عنهم وهم لسه رزقك، لن يستغنى عنهم. فهو ده بقى الرزق اللي بتاع ربنا، ده اللي ما ينفعش تتحكم فيه. حتى لو انت متعمد تطلعهم وهم لسه رزقك مش هيطلعوا. عشان كده اربط نفسك بالحلال بقى، لان انا ايه، ايا كان الرقم اللي هيجي لي انا عارف مش هستفيد غير بايه؟ برزق اللي فيه. فخليه حلال وخليه نضيف، واللي يدخل جسمي يبقى كويس كده وانا مطمن ان جسمي ايه؟ مظبوط، عشان دي مش هتلعب فيه. يعني يا فرحتي دي بقى الغباء الازلي بتاع الناس، اللي هو بيفرح بالكم اللي جاله عموما، فبيكذب عشانه وبيتحور عشانه وبيعمل عشانه وبيخون عشانه وبيعمل عشانه. نجح وجاب فلوس واجتهد حتى لو بالشمال، ما هو ده اجتهاد. هو الكذب ده مش نوع من انواع تشغيل دماغ فاجتهاد، صح؟ بس هل استفاد بده؟ هنا لا. فانت لو فهمتها بقى مظبوط هتلاقي نفسك ايه؟ هتبقى تعمل فلوس عشان تقيس ان انت ناجح، الايجو بتاعك بس، لكن مش هتكذب فيه. فعلا هتلاقي سهل عليك ما تكتبش بقى، لان انت بقيت عارف ان ده مش هتستفيد بيه. هو انت بتقيس نجاحك، طب هل كذب على الناس نجاح؟ ده مش مقياس نجاح. فهتلاقي نفسك عارف ان انت عدد البيعات وعدد الفلوس اللي بتيجي ده مقياس نجاح مش هيبقى نجاح، واللي انت عايز تستفيد بيه بجد مش مرتبط بده، ان اصلا ممكن يكونش معاك فلوس ويجي لك فلوس. فده بالتالي لو انت قعدت في البيت ورزقك تاكل، ده الرزق هيجي لك لان هو اصلا مش كتير قوي على فكره. هو احنا رزقنا مش اكل بس، مش لبس بس، سمع وشوف وتنفس وصحه فانواعه كتير قوي. فهو متقسم بابتلاءات وبمكافآت من ربنا، تقسيمه انت مالكش دعوه بيها خالص 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 خالص. والرسول صلى الله عليه وسلم نختم بقى يقول لك ايه؟ من ايه؟ اللي هو بات امنا في سربي، معافى في جسدي عندها قوت يومي، فانما حيزت له الدنيا بما فيها. يعني انت اقصى كل اللي انت هتمتلكه، كل رزق اللي هتمتلكه سكن وصحه وامان، مفيش حاجه تانيه. واكل، يعني سكن وصحه واكل وامان، مفيش حاجه خمسه. هم دول لو بقوا عندك قوت يومي مش بتاع بكره. يعني الثلاجه فيها حاجات ما مش بتاعتك، ممكن يجي لك ضيف ياكلها، صح ولا لا؟ عندك الاكل اللي هتتغدى بيه النهارده، جالك بقى هديه معاك فلوسه، ما دام جه النهارده واكلت النهارده وعندك مكان تروح فيه تقعد، ربنا يعافينا مش زي الجماعه اللي هم قاعدين في المطر والخيم، الله يعافيهم يا رب ويحفظهم، ولا في قاعد طول الوقت خايف لحد يجي يضربك بالنار. بس خلاص وصحتك زي الفل الحمد لله رب العالمين، مش قاعد بتتقلب، كل الدنيا اجتمعت، لا قال لك بقى رصيد بنك ولا قال لك حاجه، وكله يومي، ما قالكش بتاع السنه الجايه. فبالتالي ما تشغلش بالك ايه؟ برزقك، عشان ده مش بتاعك. لكن اجتهد وقيس اجتهادك، انت مؤثر في الحياه. والايجو مش الرزق، ما تخافش على الرزق ده مش شغلانه، لكن الايجو بتاعك احساسك الذاتي وانت عايش لغايه ما تموت عشان تبقى مبسوط وسعيد ان انت انسان ناجح. انجح، بس انجح ايه؟ بطريقه ايه تخليك تبقى مبسوط فخور بنفسك. فبالتالي لما حد يجي يقول لي انا ما بعتش اصلا مش رزقه، هعمل فيه ايه؟ هقوم اديله، مش هقول حاجه ثانيه. ايه؟ تاجر بالصدقه. احنا كده تاني هو صح دي، بس خلينا ايه فيها حساسيه في المعنى عشان ما تفهمش بطريقه غلط. وقفت معاك عطله تاجر يعني تصدق فتمشي، ده موضوع مرتبط بالرزق والتوفيق. الاثنين مختلفين مش شبه واحده، بيكملوا بعض. الرزق والتوفيق، ايه التوفيق في كده؟ ان الصدقه هتبقى نوع كانها انواع من انواع الدعاء لله، دفع البلاء، عشان يوجهك للغلطه، عشان يوفقك. وصل هيحصل ايه؟ هيحصل توفيق، صح؟ مش واخدها كتوفيق، انا واخدها صدقه ب 10 امثالها، فهو الموضوع معادله ماشي في مجالات مختلفه في الفلوس في الصحه. ماشي بس 10 امثالها ايه؟ رزق ولا راس مال؟ مش عارف هيجي ازاي بس رزق. دي حلو زي الفل. عشان بقى احنا ما نغامرش، احنا مش عارفين فنعمل ايه؟ نجتهد، عشان ده اللي مطلوب مننا، بس دي الحاجه اللي مطلوبه مننا في الاساس. والصدقه اكبر من انواع الاجتهاد. ما انت بتجتهد تشغل دماغك برضه، تشوف كل السبل اللي تفتح لك الباب ان انت تعمل نجاحات، صح؟ من ضمنها الجزء اللي اوت اوف كنترول اللي هو بتاع ربنا، اللي هو التوفيق. عشان ايه؟ يحصل ايه مثلا؟
وانت النهارده ممكن تكون عندك غلطه مش عارف تجيبها. فلما تتصدق يجي ربنا ايه؟ رازقك واحد يقول لك بقول لك ايه؟ انت بتدخل دخله غلط على مين؟ مثلا تيجي داخل دخله صح يجي جاي لك ال10 امثال. هو ربنا مسبب الاسباب برضه. فانت الصدقه هتسبب سبب. فاهمين ازاي؟ انا هقول لكم حاجه غريبه حصلت مع ابني. ابني كان دخل في غيبوبه فجاه، السكر، عشان السكر كان نازل تماما تماما، والميه الله يسلمك يا رب، والميه انتهت من جسمه خالص. انت رجع 3 4 ايام وشايفينه سليم، فبنحاول معاه واتضح ان نديله علاج مش هو ده اللي ظابط معاه. ففجاه في المستشفى بقى موجود ما بيتحركش فجاه. يعني اب، ما انتوا اكيد فاهمين يعني، اللي عايش الاحساس عارفه واللي مش عايشه هيعرف يتخيل. كان ما عنديش حلول، يعني ما عنديش حلول. الدكتوره وتحولت الحاله من ثالثه لثانيه يعني حرجه. الدنيا بقت بتجري ومش عارفين حاجه وبيصحوا فيه. الدكتوره اتوترت جدا جدا. الواد كان عادي جدا، كان عادي جدا، عايزين نشوف بس حل الموضوع. فبقى ما بيصحاش ابدا. وراح راح مش راجع والله ساعه. ايه الحل؟ لازم ياخد سكر. ايه؟ ما كان بياخد، هو السكر لما ينزل كانوا بيدوا له أصعب محلول من وسكر السكر وبيدوا كل حاجه، يرجع بيدوا كل حاجه، أصلا. بيدوا له كل حاجه، بيدوا له كل حاجه، لدرجه ان لما اخدوه فاه سكره بقى عالي. انت فاهم؟ لانه كانوا بيلحقوه. فممكن يوديه في سكه ثانيه برضه. بص، ما هي مش مزاجك بقى، مش بمزاجك، مش مزاجك. تعملها ازاي؟ تعمل ايه؟ دينيا هو ولا علميا؟ الاثنين. هو علميا هم شغالين. هو في ما المستشفى تجيش في علميا بقى، المكان لا الصح. مستشفى محترم. بس دينيا انك تدعي. ماشي تدعي وتصدق ان ربنا يشفي. ماشي. بصوا اللي حصل كالتالي، اللي انا عملته واسال الله اني كنت اتقبله يعني، ومش بقوله يعني، بقوله للعلم يعني للعلم. كان في حاله فجاه كده جمعيه، ما اعرفش هي حقيقيه ولا لا، في الشارقه. كلموني من اسبوع، مش عارف جابوا رقم منين. قالوا لي ايه؟ عندنا ولد، بنت داون، بنت حالتها داون. داون دي يعني حاجه زي التوحد كده، و يعني بنت هنديه يعني، ولو عايز تتبرع لها ولا حاجه، هو مركز خاص بتاع تخاطب وتعليم سلوك وبتاع. فانا اوكي ما عنديش مشكله، بس الفكره فين؟ الفكره في ان انا مش عارف دول نصابين ولا صادقين. فقلت لهم طب ابعتوا لي الحاله بتاعت التقريب، بعتوا لي، ما برضه يكون مضروب عادي مفيش مشكله. فجيت قايل لهم ايه؟ قلت لهم ابعتوا لي رقم الاب هندي. فجيت مدين جمشيد، قلت له كلم لي الراجل ده بس مش النهارده ولا بكره، لان لو برضه اشتغاله هيبقى محضر نفسه. فجاه كده تحصل مكالمه، واكد لي بس الحاله واساله على الحاله، وجيت باعت له التقرير عشان ابقى فاهم الموضوع. هو ده يعني مش صح قوي، بس انا بميل لايه؟ لان انت في الاخر نيتك خلاص خلصان، انت طلعتها من نيه ان شاء الله تقبل يعني. بس انا بميل ان انا ابقى عملي اكتر، تبقى النيه واستفاده حقيقيه. يعني ابقى حريص ان هي فعلا حد يستفيد يكون محتاج. ليه تروح لحرام؟ صح ولا لا؟ جمشيد اتاخر عليا وما بعتش الايه؟ الفلوس، واديت اولويه لحاجات تانيه شرعيه برضو يعني صدقه. الست فضلت ايه؟ تكلمني كل فتره وانا ايه؟ ااجلها. جميل. المبلغ اللي انا كنت ناوي اتصدق بيه باكس، كان في دماغي اكس مثلا. فالموضوع مط، فقلت خلاص يعني مش قضيه، يعني الموضوع مش عادي. طلعت بعدها يعني. فالمهم، فانا في المستشفى كان واضح جدا، وانا عارف ان الصدقه زي ما مجدي قال بتحل حاجات، لان انا جربتها قبل كده بنتي، الباك كان مقفول وانا في السعوديه، ومامتها واقفه وجدتها واقفه وبقى لهم ساعه وعمالين يفتحوا وهي صغيره 4 سنين ومش قادره تفتح من جوه، وحوار كبير جدا. وكلموني، ومستحيل كنا في رمضان، مستحيل يجيب حد نجار يعمل اي حاجه في بلد السعوديه دي، ما حدش يعبر حد يعني. كل اللي عملته وانا نازل من السياره تحت لقيت حد معاش كده ظروفه وبتاع، جيت ناديله اديت له فلوس، ودي بنيه ان البنت تفتح الباب. طلعت فوق قلت له معلش قبل كده بس خبطت. رقيه نعم افتحي الباب. فتح الباب، بقالهم ساعه ساعتين واقفين بيفتحوا في الباب، والبنت صغيره ما تفهمش تفتح الباب ازاي اصلا، يعني حرفيا ما تعرفش تفتح الباب بجد. هي قفلته كده خلاص، جاي كده مش هيجي كده. تمام. كل اللي عملته رقيه ايه يا بابا، يا بابا دي بالعافيه قالتها يعني، افتحي يا حبيبتي. جت فتح، خلص الموضوع كده. بس بالصدقه، نيه الصدقه، واسال الله ان يكون دي نيه. فنتكرر نفس الايه؟ موقف بس اصعب.
واحنا كنت البيت برضه كان في الدور 14 مفيش حاجه اسمها نط من الشباك يعني كان هو اللي لازم تفتح. انتوا فاهمين ازاي؟ والا هنستنى لبكره بقى لما نلاقي بني ادم يعبرنا ويجي معانا. ف قعدت الحاله خلاص حرجه، وكده كده دخلنا في مبلغ ابن كلب. مستشفى خاص وغاليه جدا جدا جدا، هو تخصص اطفال بس، وغاليه جدا جدا يعني السلام عليكم فيها بمبلغ كبير جدا. فانا فجاه كده جالي في بالي الموضوع ليه؟ الصدقه. قلت لو انا كنت دفعت الفلوس دي كنت هتحط في الموقف ده. مش ممكن يكون الفلوس دي كانت تبقى فدا. صح، حد من الولاد فاهم. صح؟ صح ولا لا؟ الصدقه ساعات بتمنع بلاء، مش كده؟ فده بلاء. انا اتاخرت في الصدقه فاتحطيت في البلاء. مع اني يعني هو انا مش يعني، بس هي كان الاختيار، كان ربنا اداهولك فرصه، دي فرصه جات لك. هو مش فرض عليا، هي مش فرض، هو ربنا مش فرض عليا ان انا ادي الفلوس دي، بس هو اداها لي فجاه وانا ما فهمتهاش. هو جابها لي من قبلها باسبوع عشان افاديه. يعني اطلعها فربنا يعني ده مثال، ده جه في بالي كده. ممكن يكون ترجمتي غلط، انا ما بتقلاش على الله، صح؟ طب قلت طب لو انا دفعتها دلوقتي يرجع الولد؟ المفروض بقى يرجع، عشان عارفين يرجع يعني ايه؟ يعني يبقى زيرو. ما هو الولد قبل الموضوع هو ما فيش اي يعني لو دفعت صدقه مش هيرجع يبقى بطل، هيرجع بني ادم عادي زي ما كان من قبلها. يعني كل اللي هيحصل ان انا اخسر الفلوس دي بس، او ادفعها يعني مش هخسرها. صح؟ يعني لو دفعتها نرجع زيرو، اتصالح، مش هستفاد اي حاجه، بس اطلع الفلوس بس تطلع من حساباتي. قلت حتى لو اتصالحنا ما الفلوس اصلا كده كده ايه؟ يعني الصحه هترجع هتبقى زيرو، لكن الفلوس هتبقى اكتر، ان انا كمان لسه هدفع تاني لايه؟ يبقى دفعت الاكس واكس 2 اكس 3 اكس كمان للمستشفى، فبالتالي هي مش تصالح 1 1، ده هو كان 1 و1 هنا و2 3. صح ولا لا؟ وزيرو هنا. ما هو زيرو بس مش هيبقى زيرو، يعني هو المحصله يبقى 3 4 ونات يعني. تمام؟ فحسيت ان في حاجه برضو في حساباتي مش ظابطه. قلت مش شغلانه، مش شغلانه. يعني انا اصلا حسبتي ايه؟ دي كانت لدي. طب لو عملتها دلوقتي نخلص؟ مش هنخلص، لان الولد رجع. ما هو احسن حاجه اتمناها ايه؟ ان الولد يرجع، بس لسه في ايه؟ حساب. صح؟ فكده مش هيبقى قد بعض، فكده دي بايظه مني، بس ماشي. فكانت اجابتي لنفسي مش شغلانتي. حلو كده؟ وجيت ماسك التليفون الواد كده كده وكلنا كده، وجيت ماسك التليفون. يعني حتى جه في بالي برضه ان ممكن الناس تشوفني سخيف يعني. وجيت ماسك التليفون وجيت محول المبلغ اللي كان في بالي للست، بغض النظر بقى الموضوع. كل اللي قلته على اسمه عبد الرحمن اسحب، بس كده خلاص. حولت الفلوس، حولتها بكل يقين، خبطت على كده صحيح. ساعة مفيش أي حركة، عينه مقلوب. حلو؟ عمل كده. حلو كده. ساعتها عمل كده وراح تاني. عبد الرحمن فكلمه، قلت لهم لا هو هيفوق دلوقتي، قلت لهم هيفوق دلوقتي عبد الرحمن. وراح تاني يتداخل على الفيس وكاتب ادعوا لي بس. انتهى الموضوع، كان صح 5 دقايق وصح. ليه؟ مع كل تعليق واحد بيدعي لي كان بيفوق. دعوة الباقيين. الغريب بقى فين بقى؟ اخر حاجه بقى، اخر حاجه غريبه، حساب المستشفى لسه الزيرو ما جاش، صح؟ والمبلغ متخطي حوالي الضعفين. انا فاهم انه متخطي الضعفين، وكان قالوا لي احتمال يبقى فيه بيات فهيبقى حوالي 7 اضعاف. وفاق بقى كويس، فقالوا خلاص روح. ادي نص الضعفين راح في الحساب بقى. اتعمل لي خصم 80%. فالفرق اللي دفعته، لا الفرق اللي دفعته مع اللي هو المبلغ بالظبط اللي كان هيتحول. ما دفعتش فلوس زيادة كتير، هي الفلوس كنت هحولها مع عمر. فرق بسيط جدا. كل ده اسمه الرزق، كل ده اسمه الرزق. هل انا ما عنديش فلوس؟ عندي فلوس الحمد لله رب العالمين، بس المبلغ ده مش مقسوم لي. وفي الصدقه هتوقف حاجات. يعني ده الانسان ده فيه حاجات كتير قوي، ان الصدقه تحل حاجات مش في ايدك. تصدق سحر 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 من الصبح، بس خلي يقين فيه. وفي نفس الوقت ايه؟ في نفس الوقت ايه؟ الحسبه بتاعتك رزقك ومالك مش شغلانتك. الكلمه قلتها لنفسي، مش شغلانتك. يبقى رصيدك كام؟ مش رصيدك كام؟
في فلوس هتطلع خليها تطلع احسن حلو. يعني خليها تطلع في صدقه، في خير، في لعيالك، في نفسك، بالحياه كله. طلعها حلال على قد ما تقدر، طلعها حرام. فما تاخدهاش ايه؟ ما تاخدهاش حرام. خلاص؟ تمام. اسسنا تاسيسه حلوه. نبدا بقى ايه؟ اللحظه دي نشتغل بقى ايه؟ والله يقينا يقينا والله ما بتفرق حاجه. والله يمكن اخذ منك انا يصير معي قصه حط فيها الالفان. صح؟ من عينك مو طالع بعض. بس اقول لك مفاجاه يا رشا بقى، خلاص بقى بره كانها فصل. انا حرفيا لما حد بياخد مني اي فلوس ما بزعلش غير على موضوع الاغتصاب بس، يعني ان هو خدها عافيه مثلا او خد، فده اللي بيبقى معصبني جدا، بس مش الفلوس. وببقى خايف عليه جدا. انا حرفيا فلوسي بالذات الحمد لله رب العالمين الحمد لله لازم بتاذي اي حد ياخدها غلط. بتاذيه اذيه صعبه جدا 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 بشكل غريب، ومش قاصد، وعمري ما دعيت على حد. مش حتى البنك الاسلامي؟ لا خالص. بس حساب جاري دايما، ما احطش اي حاجه اسمها توفير الكلام الهبل ده والحرام ده، فاهم؟ وعمري ما شغلت بالي معايا قد ايه على فكره، ما بعرفش، مش بعرف. ساعات بيمر عليا انا صاحب شركه كان عامل معايا 200 درهم، وعندي موظفين هنا شركه زي دي، في مرحله من المراحل السنه اللي فاتت كان عندي 200 درهم في حياتي كلها، في بيتي هنا وهناك وفي مصر في اي مكان. 200 درهم 200 درهم كنت مسلف واحده فلوس وجت بعتها لي. ازاي؟ جت لوحدها الفلوس، هوبا جاي الشيك اللي كان متاخر، الشيك اترحل شهر كامل، كان مبلغ كبير وكل العملات اتحطت فيه. يعني ما كنتش فقير ولا حاجه الحمد لله، بس كان كل العملات مركز على شركه واحده وبيعات كتيره جدا فيها، وكل العملات اتجمعت وجت طالعه على شيك واحد وما اتصرفش، وجت مترحله شهر. فكنت واخد خازوق مغري، فاهم ازاي؟ ففلوسي خلصت لان كنت عمال ايه؟ لان انا عمال اصرف رواتب واصرف ايجارات واصرف شاي وكامبينات ومش راضي اوقف كامبين، فكل الفلوس بتتسحب بارقام كبيره، والرقم كان كبير اللي محطوط في الشيك خلاص. بس جه بقى يعني جه المبلغ اللي كان طالع برضه فك زنقه حد، كان طالع فك زنقه حد، جه راجع لي فك زنقه، ما رجعليش وانا مرتاح، هو طلع وانا مرتاح، رجع وانا ايه؟ محتاجه. قسما بالله ما قلقت، حمكم الله ما قلقت ساعه.